السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم تاني. المرة دي الحلقة هتكون مختلفة شوية. احنا زي ما احنا عارفين ان الدراما او الفن هو مرآة المجتمع وبيعكس سلوكياته وبيعكس الحاجات اللي بتحصل في المجتمع، فدايما الفنانين او اللي بيألفوا السيناريوهات بيقولك احنا بنسقط الضوء او بنلقي الضوء على اللي بيحصل في المجتمع، وطبعا العكس بشكل عكسي او سلبي، ان هم لما بيسقطوا الضوء على قضيه معينه تقوم منتشره بشكل اكتر، وده اللي بيحصل فعلا. يعني ناس كتير هتطلع بعد رمضان حلقه الحلقه دي ماشيه بالشكل ده ولابسه اللبس ده، فده اول حاجه ان احنا لازم ناخد بالنا منها. نخش بقى على تاني مسلسل اسمه ملوش كبير بتاع ياسمين عبد العزيز، العوضي، استاذ خالد الصاوي. ناس محترمه جدا، بس الفكره كلها المسلسل ده مليان تحليل نفسي بشع، وبيلقي او بيسلط الضوء على العنف ضد المراه بشكل ما. غزل متجوزه من واحد مش بتحبه، بس هو متسلط عليها، غني، بيصرف عليها وبيصرف على اهلها. تقابل العوضي في دور البطل اللي بينقذها من الكلام ده، في علاقه طبعا المفروض انها بتتفق معاه يقتل جوزها. فلو تخيلتوا ان ده الواقع بتاع الحياه، ده طبعا مش هيبقى حلو. بس علشان هنا البطله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، فاحنا متعاطفين مع مين؟ معاهم. فاحنا مش متعاطفين مع الزوج اللي هو جوزها، بس هو بيعملها وحش، بس هو جوزها في الاخر. خالد الصاوي الشخص المتسلط اللي بيعملها وحش هي واهلها. فاحنا طول الحلقه متعاطفين مع البطل اللي هي غزل. شخصيه خالد الصاوي برده محتاجه نسلط الضوء عليها شويه. هي طبعا شخصيه مش سويه للدرجه دي ان انا متعاطف معاها، لا، هو شخصيه متسلطه، بيحب يأذي الغير، بيعوض النقص اللي عنده او اللي حاسه في شكله وجسمه وطريقته بالغنى الفاحش اللي هو فيه، وانه بيتحكم في مراته واهلها وكل ده. فده طبعا مش حلو. يعني انا مش بقول ان هو كويس او ان هو كده، لا، بس الفكره كلها هنا ان غزل دخلت في علاقه غير شرعيه مع البطل اللي هو بلطجي، اللي هو بيحاول في الاخر يقتل جوزها علشان بتحبه. فيا ترى ده اللي احنا عايزينه ولا لا؟ طبعا الموضوع ده بيلقي الضوء على العلاقات الغير شرعيه كتير، وهنوصل بعد شويه لمسلسل تاني، فاستنونا. المسلسل اللي بعده اللي يمكن متربط شويه بالمسلسل اللي قبله بتاع لعبه نور. طبعا منى زكي الناس بتحبها جدا، فمهما عملت في المسلسل احنا متعاطفين معاها. اللي حصل انها عايزه تسافر تولد في امريكا علشان تاخد الجنسيه الامريكيه لبنتها او ابنها اللي هيجي. جوزها ما عرفش يسافر معاها. جوزها هنا برده شخص عنيف شويه معاها، عصبي، مراته سافرت وسابته، فبيكلمها ارجعي ارجعي، فمش عايزه ترجع. عاشت مع ولد وبنت لوحدها في البيت بتاعهم، فقال لها انت فين؟ قالت له انا قاعده مع واحده صاحبتي. فلما اكتشف ده زعق لها، فقالت له ازاي انت مش واثق فيا؟ قفلت في وش التليفون. فهي دي الفكره. يا ترى احنا عايزين ده ينتشر؟ يعني عشان منى زكي عملت كده فخلاص ده عادي تروح تعيش بره لوحدها، تقعد مع واحد غريب وصاحبته؟ بعد كده دخلت في علاقه او ارتباط مع دكتور تاني هناك بحكم انها لوحدها، وهي برده شخصيتها في المسلسل اعتماديه. يعني ايه اعتماديه؟ معتمده من صغرها على باباها ومامتها، بعد كده اعتمدت على جوزها، بعد كده اعتمدت على الدكتور اللي ظهر معاها في المسلسل. الشخصيه اللي ظهرت معاها شخصيه مونس او محمد فراج او كده، هو برده عنده مشاكل نفسيه او اضطرابات نفسيه، بيعوض برده النقص اللي جواه بانه بياخد شخصيه عايزه حد تعتمد عليه فبيديلها ده. هو بيحب ده، شخصيه ضعيفه هو يديلها القوه او يحس معاها ان هو اقوى منها في الحته دي. الفكره هنا بقى احنا بنشجع ده، نشجع ان مثلا البنت او الست تسافر من غير جوزها، تقعد عند حد. الحاجه الثانيه، عملت علاقه او دخلت في علاقه وبدات تحب الراجل ده وكده، فلما راحت تولد فبتكلم جوزها فبيقول لها انا طلقتك. ما هي عايزاه بعد كل ده، فهي زعلانه، فجابوه هنا بالشكل البشع اللي هو راجل قاسي وعنيف وبيعاملها وحش جدا. فاحنا كده هنكره محمد ممدوح علشان المخرج عايز كده. في نقطه ثانيه مهمه جدا، ان هم بيسلطوا الضوء على الشكل، شكل الشخص
بيربطوه بان انا اكرهه عشان مثلا مربي دقنه او علشان اعمل دوجلاس عشان تخين. الحاجه اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي ان احنا ما عندناش نصنف الناس بشكله او بلبسه. يعني مثلا لو حد انتحل شخصيه ضابط شرطه ولبس البدله هنقول ان ضباط الشرطه وحشين؟ راهب من الكنيسه جه عمل حاله نصب باللبس بتاعه هنقول ان الرهاب وحشين؟ شيخ التحى او حد ملتحي نقول ان كل الملتحين وحشين؟ واحده منتقبه مثلا هي حره في لبسها. احنا دلوقتي عايزين نقول مبدا الحريه بس بدون ان انا اذي الاخرين. لا اكراه في الدين طبعا، وده كلام احنا مش عايزين نخوض فيه، بس فكره ان تجره الناس في ناس معينه عن طريق الشكل ده احنا مش عايزينه. اخر مسلسل بقى، وده مسلسل لطيف جدا على قلبنا، كان لطيف جدا وبيحكي حاله معظم الاباء بيعانوا منها مع اولادهم، اللي هو فرط الحركه ونقص الانتباه. زيزي الكبيره اللي هي بتعاني منه، تيتو بتعاني من نفس الموضوع. دي مستقبل دي، يعني دي اما تكبر هتوصل لدي. ده ظهر كتير جدا مع زيزي انها مش مركزه في التمارين اللي الكوتش بيعلمها لها، علاقتها بجوزها مضطربه، في اندفاعيه، في عدم ثقه بالنفس، في نسيان كتير للاحداث اللي هي بتعملها. وده كان حاجه فعلا لطيفه، تحس ان دكتور نفسي اللي كاتب السيناريو. على السياق التاني تيتو في المدرسه طبعا بتعمل نفس الحاجات دي، عدوانيه مندفعه، مش عارفه تعمل علاقات مع زمايلها، في نقص انتباه بشع وفرط حركه شديد. مسلسل لطيف جدا، وده يعني بشجع او بحيي الناس اللي عملته. تقريبا استعانت بدكتور نفسي، وكنا قلنا قبل كده ان اي حاجه يا جماعه فيها مشكله او مرض نفسي لازم تستعينوا فعلا بحد متخصص. في النهايه احنا ليه اتكلمنا عن الحاجات دي؟ نرجع تاني للرساله بتاعتنا في الفيديو ده، انك ما تبقاش متلقي تسمع وبس، شغل مخك، شغل الخلايا اللي فوق دي واستغلها. ليه برضو؟ علشان انا افهم الرساله اللي بتتوجه لي دي واشغل عقلي واتقبلها او ارفضها. انت مش لازم تقبل كل الكلام اللي الناس قالته دي. الحلقات بتبقى 30 حلقه، 29 حلقه او 28 بيتكلموا عن المشكله، فانت طول الوقت متعاطف مع البطل حتى لو كان قايم بدور مجرم، وفي النهايه مثلا بياخد عقابه فانت بتزعل. لما زيزي اتقابلت بتيتو وشافوا بعض، زيزي شافت فيها نفسها وهي صغيره فحبتها وبدات تتعامل معاها كده. دي رساله بس للاباء ان هم ياخدوا بالهم فعلا من المرض ده، ما يتعاملوش مع الطفل انه شقي وعصبي ومؤذي لا، ده ليه علاج وليه كشوفات ولازم يجي لنا العياده واخصائيين نفسيين وجلسات يعني لازم نركز مع اطفالنا شويه، ما يقولش ده طفل شقي ده عصبي، لا، في مرض اسمه فرط الحركه ونقص الانتباه لازم نركز عليه. الحاجة الأخيرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها اللي هي رسالتنا. احنا ليه بنتكلم عن الفيديوهات دي وليه بنعلق عليها؟ احنا مش بنلقي الضوء عليها كده عبثا، لا، احنا بنفهم الناس او بحاول نوصل رسالة انك ما تبقاش متلقي فقط. متلقي يعني بتسمع وخلاص، في متلقي سلبي، متلقي ايجابي، ما تبقاش وعاء هم بيصبوا فيه اللي هم عايزين. انا اسمع وافهم، والا لو الامور دي انتشرت مع الوقت هتلاقي المجتمع كله ماشي فاتح صدره والبلطجة واخد حقي بالبلطجة، وده انت ما ترضاهوش. بعد شوية هتلاقي مثلا واحد مراته مسافرة وبتقول انا هسيباك، ما منى زكي عملتها في المسلسل. هتلاقي ان ما حدش بيركز على العلاج بتاع اي حاجه نفسيه، هتلاقي ان ناس بتشجع الخيانه الزوجيه. يعني في قيم كتير لو احنا ركزنا ان هم عايزين يسلطوا الضوء عليها هناخدها بشكل عكسي. هم بيسلطوا الضوء عليها عشان ما نعملهاش، مش عشان نعملها، عشان برضه ما نظلمهمش. هو بيقول لك انا بسلط الضوء على قضايا المجتمع، فما تحاولش انت تقلد القضايا اللي هو بيسلط عليها الضوء. في النهايه يا ريت نستفيد من الحاجات اللي احنا قلناها دي ونبقى عندنا وعي وفكر وبصيره بالكلام ده، ما نبقاش مجرد متلقي بينفذ او بيشوف الحاجات وبيقلدها تقليد عشوائي واعمى. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه وعجبتكم، في انتظار طبعا تعليقاتكم، وانتظرونا في فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.